تعال اقول لكم على سر قرمشه البصل بتاع الكشري، القرمشه الفظيعه بتاعته. اول حاجه جبت 4 بصلات وقطعتهم في مبشره البطاطس الشيبسي، ونزلت عليهم بالملح زي ما انتم شايفينهم كده، وهبدا افرفطهم كده عشان يطلعوا معايا بصل جوليان. واهم حاجه في ان هو يطلع مقرمش معانا ان يكون البصل ابيض، وتكون كمان التركية التانية انه مقطع رفيع كده جوليان زي ما انتم شايفين عشان يقرمش معانا كويس جدا. بعد ما فرفطهم كده كلهم زي ما انتم شايفين، هبدأ اجيب زيت غزير كده ويكون سخن جدا على النار. وبعد كده نبدأ ان ننزل فيه بالبصل عشان يتحمر معانا بسرعة ويقرمش معانا. زي ما انتم شايفين انا بنزل بالبصل كده، مش هنزل بالكمية كلها، حاولي تعملي نص الكمية عشان البصل كمان ينشف معاكي كويس زي ما انت شايفة. هنسيبه كده لغاية ما يبدأ من الجوانب كده يحمر زي ما انت شايفين، نبدأ نقلبه تقليبة ونسيبه كمان شوية ونرجع تاني نقلبه لما يدخل كده على على الاحمرار معانا زي ما انتم شايفين. هيطلع باللون اللي انتم شايفينه ده. بقى هبدأ اطلعه كده من الزيت واصفيه احطه في مصفى لغاية ما يصفي الزيت اللي فيه خالص. وبعد كده نبدأ نقدمه ونشوف القروشة بتاعته. عمالين الخروشة. وبقى احلى بصل مقرمش لاحلى طبق كشري ممكن تاكليه، وبألف هنا.